لم يقف شيء أمام شق الشارع الذي كان وقتها من أجمل شوارع القاهرة، بالبواكي التي تزينه، والترام الذي يملأه حيوية، والمقاهي التي تفيض بالأنس. ولكن عند نقطة محددة من شارع محمد علي لم يستطع الاختراق أن يقترب منها. عندها خجلت البواكي واختفت المقاهي وانعطف الترام. كله سجد أمام الأصالة والعظمة والبساطة، أمام الجبل المعماري، الهرم الإسلامي الذي يجعلنا نغفر لشارع محمد علي بواكيه المستوردة وزحامه وترامه العتيق. دكتور فريد شافعي، أستاذ العمارة الإسلامية والمتخصص فيها وبتدرسها في كلية الآثار، وطبعا نعرف ان حضرتك كمعماري لك انجازاتك المعمارية في مجال العمارة الإسلامية. يعني قبل ما الحقيقة ما نغوص مع حضرتك في التعرف على جامع سلطان حسن، يا ترى يعني لو ممكن حضرتك تلخص لنا بعض المعلومات عن تاريخ هذا المسجد او المدرسة بالتعبير الأصح. هو في الحقيقة هو مسجد ومدرسة معا، يعني شيد ليؤدي وظيفتين، وظيفة المسجد ووظيفة المدرسة، وده على النظام اللي كان متبع منذ العصر الأيوبي وإلى العصر المملوكي. وجامع السلطان حسن في الحقيقة يعني يتميز بسمعة طيبة جدا في العالم كله منذ قديم الزمن كقطعة معمارية، بل تحفة من تحف العالم، ليس فقط في العمارة الإسلامية بل بين العمائر العالمية كلها. هو شيد منذ حوالي 600 سنة وشوية، كمان أزيد من 600 سنة، واستمر العمل فيه 3 سنوات لما كان عايش السلطان حسن نفسه، ثم توفي بعد 3 سنين من البداية فيه، إنما استمر العمل فيه بعد ما مات في إنهاء المدفن بتاعه الذي قصد أنه يضعه في الوجهة الشرقية ومن الناحيتين المئذنتين أو المنارتين، واحدة منهم أصلية اللي هي ناحية الشمال، والثانية كانت مشيدة وسقطت وأعيد بناؤها في عصر اليمين دهية، وغير مآذن تانية، مئذنتين تانيين، واحدة أبطلوا بنائها قبل ما تبنى، والتانية سقطت بعد ما شيدت. بالنسبة لطول المئذنة، وطولها قد ايه بالتحديد؟ هي طولها 80 متر من مستوى الصحن الداخلي، وارتفاع الواجهة نفسها 40 متر، يعني تقريبا المئذنة ضعف ارتفاعها، ضعف المبنى نفسه. إذا انتقلنا بقى لجمال مقرنصات جامع السلطان حسن. أيوة، هو الحقيقة موضوع المقرنصات فهي مجرد تتويجة لواجهات مصممة تصميم من أجمل ما يمكن، ورعي فيها التفاوت بين البروز والدخول ثم الظل والنور، ومش بس في الواجهة اللي احنا شايفينها دلوقتي بل بالواجهة الرئيسية كمان اللي هنمر عليها دلوقتي، ده واضحة قوي الحشوات الغائرة دي هي، والمنتهية بمقرنصات أخرى تحت المقرنصات العالية اللي هي التتويجة دي هي. وبعدين فوق التتويجة هي يعني تقليد في العمارة الإسلامية موضوع التتويج المقرنصات، وفوقها الشرفات اللي بيسموها أحيانا العرائس. العرائس اللي هي موجودة
القبة الحالية بالتالي مش هي القبة اللي ممكن يكون كتب عنها في نهاية القرن ال16 يعني. والقبة اللي الموجودة دلوقتي هي يعني تحطمت وأعيد بنائها في العصر العثماني، ولذلك وضعت الدعامات حول الأسطوانة الخارجية. إنما القبة الأصلية واضح من وصف الرحالة إنها كانت على شكل بصلي، يعني لأن بيوصفها كأنها كالبيضة. بيتهيألي يعني هو طبعا مفهوم انه كمدرسة كان مبني كايوانات أربعة، احنا هنشوفه من الداخل ونعرف ايه يعني معنى ده، لكن الواجهات بتاعته يعني الميل اللي في هذا الجانب تبدو متأثرة إلى حد كبير بالمكان أو بالموقع. الموقع نفسه يبدو أن يعني فرض على المعماري هذا الانكسار، إنما النتيجة يمكن ما كانش يقدرها، إن هذا الانكسار أضاف جمالا يمكن ما كانش يقصده. يعني تصميم جامع زي ده يعني هو مساحته أولا حوالي 8000 متر يعني. تقريبا 8000 متر. أنا بيتهيألي إن إحنا بعد إذنك ننتقل ل يعني على الطبيعة نقدر نشوف الموقع دون والمنزل اللي ممكن يكون. أعتقد ها؟ برضو ها؟ الموضوع يستحق إن شاء الله. إن شاء الله. ونبتدي بالصعود على السلم اللي يوصلنا إلى السقيفة بتاعة المدخل، ثم إلى داخل المسجد نفسه أو المدرسة. ويستلفت نظرنا وإحنا طالعين السلم زخارف في غاية الإبداع، منها مثلا جامة زي السرة، ثم بعض الإطارات، وبيسموها كمان مشبكات. ونوصل إلى مستوى السقيفة اللي تتقدم باب المدخل إلى الدهليز الداخلي أو الدركة. هذه السقيفة يعني في الحقيقة قطعة رائعة أخرى من روائع مبنى أو مسجد السلطان حسن، لأسباب كثيرة، لأن فيها عناصر متعددة تستلفت النظر. منها مثلا الطاقية، نبدأ بالطاقية اللي هي فوق السقيفة، المكون من صفوف مقرنصات ودليات وقباب صغيرة مجوفة وحاجات يعني الآن تعتبر إعجاز. مؤكد دكتور ان يعني احنا لسه ما دخلناش المسجد، لكن كل شبر فيه مؤكد انه محتاج لحكايه يعني طويله، فلو اختصرنا عشان نخش من السقيفه الى الدرك نشوف جانب اخر غير الطاقيه. في تحف معماريه اخرى، مثلا زي تلبيس الرخام، يعني يحفروا الحجر ثم يسقطوا فيه قطع من الرخام. الجانب الحنية دي أو المحراب الصغير ده، مش محراب إنما نسميه حنية مجوفة. وبعدين الملاحظ فيها كمان إن كان بتتبني الأحجار كاملة، ثم يبدأوا في نحتها على الطبيعة كمان، ويدل على هذا السرة دي هي كاملة النحت، لأن الأرضية غائرة جاهزة، إنما كانت بتبدأ أولا بحاجة زي كده، عبارة عن خطوط، يعني يرسموا بالقلم أو الفحم ثم يعملوا الخطوط، ثم حفرة، وبعدين يبدأوا في حفر الأجزاء الغائرة بحيث أن الباقي يبرز ويتضح. تركيبها بالشكل ده يؤكد يعني انها كان في نوع من الاستعجال بقى في بعض اللمسات الاخيره. تدل على ان الجامع لم يكمل كله في وقت واحد، ان كان في خطوات مختلفه وخطوه وراء الاخرى. دي الدركه بقى.
قبل ما نخش الدركة أحب أوجه الأنظار إلى أن الضرفتين بتوع الباب اللي هو الخشب ده استبدل بيها ده يعني بدل الضرفتين المصفحين بالنحاس ومكفتين زي ما بيقولوا تكفيت بالنحاس والفضة والحاجات دي، كان ضرفتين من أعظم ما يمكن ومن أبدع القطع اللي أنتجها الفنان المسلم. والسلطان المؤيد نقلهم من هنا، ركبهم عنده في باب الجامع بتاعه اللي بناه ناحية باب زويلة أو المعروف ببوابة المتولي. وبعدين الدركة بكل أسف على ما فيها من قطع تحف إبداعية، إنما ما حدش ياخد باله منها، لأن مثلا القبة اللي بتغطي هذه الدركة تحفة من التحف، لأنها مكونة أو مشيدة بأحجار مقطوعة على أشكال هندسية ومجمعة مع بعضها بحيث تكون من ألوان مختلفة الأحجار، بحيث أنها تكون شكل هندسي لطيف قوي. ثم الطوائي كمان بتاعت المقرنصات اللي معمولة من مقرنصات ودليات. وفي الصدر، في صدر الدركة أمام الداخل تماما في قطعة برضو من القطع الفنية الجميلة اللي هي التلبيس بالرخام الملون في تكوينات هندسية رائعة الحقيقة. وننتقل الآن من الدركة إلى داخل المسجد عن طريق ممر يصعد ببعض السلالم وينحرف يمينا ونصعد سلالم أخرى، ثم يسير الممر إلى أن ينكسر إلى اليسار في ممر آخر. ومن الواضح أن القصد من هذه الانحرافات الممر هو الانتقال بالزائر من الظلام إلى أن يصل إلى الصحن العظيم اللي يتوسط المسجد، ومما يحدث شعور بالخشوع والرهبة والإعجاب بالتصميم بتاع المسجد نفسه. دكتور فريد، بالتالي نظرا لان يعني المسجد تفاصيله غايه في التعقيد وفي التركيب، وبالتالي كل حيطه فيه لوحدها عايز لها شرح يعني، لان هنحاول نقف كده في موقع متوسط ونتعرف من مكاننا هنا على يهمني أقول حاجة عن الصحن نفسه، لأن الحكمة بتاعته أنه بيؤدي وظيفة منقي للضوء والصوت والتلوث والحاجات دي كلها. ودي الحكمة اللي كان بيتبني عليها أغلب العمائر الإسلامية. عمارته بتؤدي وظيفتها فيما يتعلق بالمناخ والجو إلى آخره. وبعدين الأهم من ده ومن ده أنه يتوسط 4 إيوانات، اللي هي الإيوانات اللي كانت أول ما ابتدأت كان بتلقى فيها الدروس على المذاهب الأربعة، السنية والشافعية والمالكية والحنفية. ثم كان الاهتمام منصب على الإيوان الرئيسي اللي هو جهة القبلة، فيمتاز بالضخامة زي ما احنا شايفين، الضخامة العظيمة قوي اللي الواحد يشعر بالضآلة نفسه أو ضآلة حجمه هو بالنسبة لحجم هذا الإيوان، أو كل المبنى نفسه الواحد بيحس بالضآلة إلى جنبه يعني تعميقا لمعنى قدسية المسجد. بالضبط. يمتاز هذا الإيوان بأن فيه أجمل شريط من الكتابة الكوفية اللي هي حاجات مسطحة بسيطة، وفي الأرضية في زخارف نباتية وهندسية إلى آخره. ثم في الصدر وضع محراب من أجمل المحاريب المملوكية، وفيها برضو السنجات المزررة، وفيها التلبيس بالرخام في روعة كبيرة جدا.
ورؤى في البناء أنه صاحب المسجد طلب أن يعمل له مدفن وراء المحراب الرئيسي في الإيوان الرئيسي. وطبعا ده يعني كان الهدف أن اللي بيصلوا يوم يصلوا ناحيته. إنما من سخرية القدر أن صاحب المسجد قد توفي ولا يعلم أين جثته، ودفن أولاده في مكانه. يصف المقريزي المؤرخ جامع السلطان حسن بقوله: لا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الجامع. ويقول إبرس: إن كل ما نراه في الجامع مركب في مكانه تركيبا هادئا منسجما. وكتب عنه المصور لنوار يقول: أسلوب بنائه من أرقى الأساليب المعمارية، ولذا يعد أجمل جامع في الشرق كله بلا نزاع. كتب عنه جمار في كتاب وصف مصر: إنه من أجمل مباني القاهرة والإسلام، ويستحق أن يكون في المرتبة الأولى من مراتب العمارة العربية. ويقول عن المدرسة المؤرخ ابن تغريبردي: إن هذه المدرسة ومئذنتها وقبتها من عجائب الدنيا، وهي أحسن بناء بني في الإسلام.